السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني يا حبايبي وبتوحشوني كده، كل ما اي فيديو بيعدي علينا كده بتوحشوني. ربنا يخليكم لي يا رب، ما يحرمنيش منكم. النهارده يا حبايبي كده حبيت اصور معاكم وانا رايحه عندنا اهوت، واحنا راكبين التوك توك كده. ابو سندس مودينا، ربنا يخليه يا رب ويخلوه لاولاده. واحنا رايحين اهوت حبيت اصور يعني ايه واحنا ماشيين مع بعض كده، لان انا ما بحبش اسيبكم يعني في اي وقت. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميلة. بس احنا يا حبايبي متعودين مع بعض كده، قبل ما بنعمل اي حاجة بنصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الا بذكر الله تطمئن القلوب. شايفين يا حبايبي البيت بتاع ابويا كده يعني في الارياف وكده اهوت، واحنا ماشيين اهوت الخضار بقى والحاجات ديت والذره والحاجات ديت. الايام دي موسم الذره، الناس كلها زرعه ذره اهوت واحنا ماشيين. والبيوت اهيت. اهم حاجه لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش اللايك والاشتراك عشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. وانا رحت عندنا كده يا حبايبي لقيت حبه مواعين كده، قلت ايه اقوم اغسلهم بدل امي وكده. ربنا يديها الصحه وما يحرمنيش منها وما يحرمنيش يا رب كده من دخلتهم عليا، وربنا يخليهم يا رب كده وما يحرمنيش منهم. وربنا يخليكم اولادكم ويستر معاكم مع المسلمين اجمعين، وينصر اهل فلسطين وينصرهم يا رب على من يعاديهم. ويا حبايبي كده ندعي لهم لانهم اخواتنا برضو. ربنا يصلح لهم حالهم ويهدي لهم ويهدلكوا اولادكم يا رب، وينجح لكم اولادكم اللي في الثانوي. اي حد عنده اولاد في الثانوي ربنا ينجحهم ويجعلهم كده يا رب دايما اللي هم بيتمنوه ربنا يحققه لهم. وحشتوني، ربنا ما يحرمنيش منكم ولا من تعليقاتكم. تعالوا كده يا حبايبي اهو اقول لكم على وصفه تلمعوا بيها المواعين من غير اي تكلفه. لو عندك حته صابونه كده من بتاعه الحمى، بصوا تحطها على حته السلكه وحبه الصابون بتخلي لك المواعين. هوريها لكم دلوقتي. وبص الرغاوه عامله ازاي، وبتشيل يا حبايبي الزرق اللي بيبقى في المواعين ده، وبتخلي المواعين حلو. وصفه بصوا ببلاش والله يا حبايبي، بتخلي المواعين بتلمع وزي العسل. بس اهم حاجه لو وصلتوا والفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلكوا كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. بحبكم في الله وبحب اشارككم دايما معايا في كل حاجه. شايفين اهوت يا حبايبي وانا بدعك الرغاوي ما شاء الله. انتوا عارفين بقى ان هم في الارياف وكده، في يا حبايبي عندهم كده بيعملوا في العده بتاعه الشاي لازما كده بيعملوا هم قاعدين يعني كده على العده والبابور زي ايام زمان كده. بس والله يا حبايبي بيبقى الشاي طعمه جميل وحلو. بس اهم حاجه انت ما بتكتريش صابون علشان خاطر المواعين ما يبقاش فيها ريحه صابون وكده. هي يا دوب بروه صغيره كده بتبقى يعني ايه باقيه من الصابونه كده. هي يا حبايبي بصوا بتنضف، بس انت ما بتكتريش، انت بتحطي حته صغيره كده على السلكه مع الصابون وبتدعكي بيها، بتخلي المواعين تنضف وبتبقى حلوه ولا بتشمطش ولا كده. بس بتبقى عايزه تشطفي المواعين اول باول، يعني الشويه اللي تعمليهم تشطفوهم على طول علشان خاطر المواعين ما تشمطش منك. بس اهم حاجه لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلوك كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تكتبيله في التعليقات ان الفيديو عجبكم ولا لا. تعالوا بقى نشطف المواعين كده واوريكم بعد ما شطفناها ما شاء الله بتلمع وزي العسل. والله انا عارفه ان انتوا بتحبوني بتحبوا تشاركوني يعني، وانا كمان بحبكم. يعني ايه يعني مستنيه منكم تعليقاتكم الجميله كده، وهنشوف كتبتولي ايه. واي حاجه ما عجبتكوش في الفيديو عادي قولوا له برضه، احنا اخوات ومفيش اي حاجه. شايفين يا حبايبي الصينيه ما شاء الله بتلمع ازاي وبتدي كده لمعه حلوه. شايفين يا حبايبي البراد ده ممكن الجماعه بيعملوا هناك شاي على طول، بيبقى البراد ده ايه قلبه مش نضيف واسمر وكده. والكوبايات اهي يا حبايبي بتلمع والله العظيم، خلطه حلوه. وبصوا بتنضف المواعين وبأقل تكلفه. شايفين اهوت المنظر ما شاء الله لا قوه الا بالله، منظر زي العسل. هشطفهم بقى كلهم كده وهوريهم لكم بعد ما انشطفوا. بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك بقى والاشتراك علشان خاطر تفعلوا لي قناتي كده. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميله. هنغسل المواعين ديت يا حبايبي، واحنا متعودين العده والكوبايات ديت اللي بتتغسل الاول علشان خاطر العده ديت بتبقى لو لا طلقت ريحه ولا كده، لان الحلل بيبقى فيها دهون وكده عشان العده ما توسخش مني. هنعمل ده، هنخلص العده والكوبايات اللي بنشرب فيها ميه كده، وبعدين هنبدا بقى في الحلل وكده. هوريكم الحلل، هتشوفوا الحلل هتبان اكتر هي نطفت قد ايه. انتوا عارفين يا حبايبي ان الحلل بيبقى ايه كلها اكل
مكان الاكل وكده بتبقى سودا فبتنضف بسرعة. شايفين يا حبايبي ما شاء الله الألمونيا بتلمع ازاي وجميلة. بس اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يبقى انتنينا مع بعض كده، ربنا ما يحرمنيش منكم. شايفين اهوت الحلة اهوت هدعكها وهوريكم شكلها بعد ما ندعك. والله يا حبايبي كانت نطفت يعني وكانت جميلة وحلوة. بس اهم حاجة يا حبايبي كده يعني ايه تذكروا الله وانت بتشتغلي، ولو انت ذكرت الله وانت بتشتغلي ربنا كده هيسهل لك كل حاجة ويبقى الشغل في ايدك سهل وبسيط. الا بذكر الله تطمئن القلوب. والله يا حبايبي الشغل ما بيتعبش. قومي بس كده ربنا يديك الصحة، ومامك تدعي لك دعوة كده ربنا يخليها يا رب ما يحرمناش منهم هي وابويا واخواتي يا رب، ودايما كده يعني ايه يبقى بيتهم مفتوح بحسهم كده، ربنا يخليهم يا رب ما يحرمناش منهم. شايفين اهوت واحنا بنغسل المواعين ما شاء الله المواعين نطفت وبقت جميلة وحلوة وما خدتش معايا وقت. والله يا حبايبي ما خدت معايا وقت. دايما حماية كده يقول يا بنتي الصحة ربنا يديك الصحة، اهم حاجة الصحة. لو ربنا اداك الصحة يبقى خلاص ما تستخسرهاش، استفادي منها، اعملي اي حاجة تفرح اللي قدامك. ما تقعديش كده ويبقى في حاجة عايزة تتعمل وانت قاعدة، ما ينفعش. شايفين اهوت المنظر اهوت واحنا بنغسل المواعين. بعد ما نخلص بقى المواعين كده هوريكم احنا خلصنا المواعين كلها، وهوريكم بقى المواعين بعد ما خلصناها خالص. بس اهم حاجة لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. شايفين يا حبايب المواعين بتلمع ازاي؟ بالله عليكم ما استاهلش منكم لايك ولا اشتراك، لا انا استاهل منكم يعني لان انتوا حبايبي ربنا ما يحرمنيش منكم. فاتت كده في الفيديوهات اللي فاتت انا كنت مورياكم تلميع المواعين بس بطريقة مختلفة عن ديت، والطريقة اللي هتعجبكم اكتبوا عليها، ولو عايزين ننزلها لكم او عايزين تستفسروا من اي حاجة عادي مفيش اي مشكلة، انا قابله منكم اي تعليقات. ولو كده يعني ايه انا مستنيه تعليقاتكم كده علشان اشوف ايه ان الفيديو عجبكم ولا ما عجبكوش. شايفين يا حبايبي الزرق اللي بيطلع من المواعين؟ انت تشوفي شكل المواعين كده تقولي لا ده هي مش وسخه، بس يا حبايبي ما بتيجي تدعكوها بيبان كل حاجه ان هي نظيفه ولا كانت وسخه ولا نظيفه. والله يا حبايبي بتطلع اي زرق في المواعين بتطلع، وحاجة يعني ايه مش غالية. وفي برضو صابون تاني كده انا بجيبه اللي هي الحتة بتاعت الصابون الايام زمان اللي كنا بنغسل بيها الهدوم ايام زمان ديت، بتجيبيها ال3 ب10 هنا موجودة عندنا في اي محل بتاع منظفات، بتنباع ال3 ب10. بتجيبيها كده تغسلي بيها المواعين برضو مع الصابون، بتنضف لك المواعين برضو وبتخليها حلو. يعني ده او ده سواء ده او ده. وفي وصفات تانية لو عايزين برضو اي وصفة اكتبولي في التعليقات وانا هوريكم الوصفات كلها موجودة في البيت. وفي يا حبايبي برضو الوصفة بتاعة الخل، والله برضو بتنضف وموجودة في كل بيت. بتجيبي كده حبة خل بتحطوهم مع الصابون وتدعكي المواعين بتبقى نظيفة وبتبقى زي العسل. شايفين اهي منظر المواعين بعد ما نضفتها يا حبايبي؟ بالله عليكم ما استاهلش منكم لايك ولا اشتراك، لا انا استاهل منكم كل خير. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم يا رب دايما. ودايما كده تكونوا منورين في قناتي حبايبي. كده بعد ما خلصنا اهوت هنحط حبة صابون كده على الرخامة وهندعكها برضو علشان خاطر هي نضيفة، بس علشان خاطر ما يبقاش فيها اي بواقي اكل او دهون او كده، لا احنا ما احناش عايزين كده، عايزين ان احنا ننضف ايه اول باول كده علشان خاطر تبقى الرخامة معانا نضيفة. بس اهم حاجة لو وصلتوا لغاية هنا بس تفعلوا لي قناتي كده وباللايك والاشتراك وتدعموني علشان خاطر يوصل لكم اي فيديو انا بنزله ويكون ايه مع بعض. ربنا ما يحرمنيش منكم وربنا يسترها معاكم ومع المسلمين اجمعين، وينصر اهل فلسطين يا رب وينصرهم على من يعاديهم. وبالتوفيق ان شاء الله انا وانتوا ربنا ما يحرمنيش منكم. اي حد بيكتب لي اي تعليق انا بشكره علشان خاطر ربنا يديم المحبة كده وما يحرمناش من بعض. ودايما كده يا رب ايه نكون موفقين مع بعض كده. ربنا ما يحرمنيش منكم ولا من تعليقاتكم الجميلة ولا من كلامكم الحلو. شايفين اهوت يا حبايبي اهوت بعد ما دعكنا الرخامة هنشطفها بقى علشان خاطر ما يبقاش عليهم مية وكده. بكفاية دعوة من امك وابوكي لما يجوا كده يلاقوا الدنيا رايقة، بكفاية دعوة امك وابوك يا حبايبي. بيقولك دعوة الام يعني بتبقى انت كده امتلكت الدنيا كلها، يعني ما انتش عايزه حاجه تاني. مامك وابوك يدعولك ويكونوا كويسين معاكي يبقى انت خلاص كده عايزه ايه تاني. الام يا حبايبي كده والاب لهم يعني ايه مكانه كبيره، فلازم نقضي يعني اي حاجه هم عايزينها نعملها لهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.